حدث آخر باش تحتضنه تونس بالتحديد في سوسة القنطاوية البطولة العربية 35 بالقنطاوي من 2 إلى 8 نوفمبر. 14 دولة باش يكونوا في الموعد. والحديث عن هذه التظاهرة يحضر معنا المدير الفني للجامعة السيد نوفل شوشان. مرحبا. مرحبا بك وشكرا على الاستضافه. الانطلاقة دون دو جور، شنو حضرتوا للدورة هذه الجديدة؟ التحضيرات على قدم وساق، هي في اوجها، وان شاء الله مستعدين معناها للاحتضان البطوله هذه. فما لجنه تنظيم قاعده ساهره على اعداد استقبال الوفود وعلى تحضير الملعب واقامه المباريات الكل في احسن الظروف. تونس معناتها تعودت على الاحتضان مثل هذه الدورات، خاصة البطولة العربية. جديد في بطولة 2015 نجم يكون؟ جديد في بطولة 2015 اللي كوني تونس حتى كي نظمت، يعني نظمت على خاطر فما دولة عربية اعتذرت على التنظيم، يعني كان في اخر وقت. حاجة ايجابية معناتها، ثقة جديدة لتونس. ثقة كبيرة يعني لتونس اللي في قدرتها على التنظيم وعلى الاحتضان مثل الدورات هذه. والثقة هذه بالطبيعة موجودة من الاتحاد العربي وحتى من الاتحاد الافريقي اللي اعطى لتونس هذا تنظيم البطولة الافريقية للاصاغر في 2016 والبطولة الافريقية للسيدات في 2016. هي تونس احتضنت في افريل الفارط الدورة الدولية للجولف، دورة تونس، واللي كانت معناتها بعد غياب 30 سنة. هذه ثقة والنجاح اللي عرفته الدورة هذه خليكم في كل مرة تنجحوا في مثل تنظيم مثل هذه البطولات. بطبيعة الحال ثقة، هي ثقة كبيرة من لتنظيم دورة تونس، لاحتضان دورة تونس الدولية، والعام الجاي بالطبيعة باش تتعاود الدورة هذيك، والعام اللي بعده يعني لمدة 3 سنوات. والطرف الفرنسي معناها المنظم للدورة هذه الدولية بالتشارك مع الجامعة التونسية، يعني الافيش نتاع الدورة في البطولة اعطانا الثقه يعني لمده 3 سنوات، وان شاء الله رغم الاحداث اللي صارت يعني في تونس كذا هما مصرين على بعد الاحداث برضه دونك طبعا هما مصرين حتى العام الجاي باش يعاودوا نفس التجربه باش يكرروها في تونس بحول الله. والبطوله العربيه معناتها باش تحتضنها القنطاوي زاد كيف رساله اخرى معناتها. اكيد هذا احنا نمروا في الرساله معناها للناس الكل اللي ما يوقفنا حتى شيء. سوسه باش تقعد ديما معروفه يعني بسياحتها وبالضيافه نتاعها وبالكرم نتاعها، واحنا مصرين باش ننظموا في سوسه. الجولف التونسي مقارنه بالجولف العربي والجولف الافريقي وين وصلنا؟ احنا اول مره كنا شاركنا في بطوله افريقيا للاكابر لاول مره في كينيا، راضين على نتائج بالرغم ما فماش فوجو. شوف، هو بالنسبه للنتائج على المستوى الافريقي هي معناها التجارب القليله اللي قامت بهم الجامعه التونسيه في اطار يعني النهوض بالمستوى الفني للاعبين المنتخب الوطني. المشاركه الافريقيه في بطوله الاكابر شاركنا زوز لاعبين من الاكابر، زوز لاعبين من الاصاغر، يعني حتى كانت مفاجاه حتى بالنسبه للوفود اللي حاضره غاديك كيفاش نشاركوا لاعبين من الاصاغر وتحصلوا على مرتبه يعني ثامنه وحتى مستوى اللعب نتاعهم يعني مرضي. كان الهدف نتاعنا هو الاعداد كذلك البطوله الافريقيه اللي باش تصير العام الجاي في تونس للاصاغر. بالنسبه للنتائج، فما كل واحد كيفاش يراه النتائج، خاطر وقت تشوف الامكانيات المتاحه للدول الافريقيه والدول العربيه بالنسبه للجامعات، هو نحكيو على النوادي، على النوادي وحتى على الجامعات، حتى الجامعات. بالنسبه للجامعات كي تقول انت ميزانيه منتخب وطني ما تجاوزش 90,000 دينار، وقت تشوف ميزانيات دول اخرى هي اقل تقريبا ميزانيه في الدول العربيه الكل، يعني وقت تحصل على ميداليه لازمك تقيسها بالتحضيرات اللي قام بها المنتخب الوطني والمنتخبات الوطنيه الكل، تقيسها كذلك بالاستعدادات اللي عملتها الجامعات الاخرى بالمقارنه مع الميزانيه نتاعها. ولهنا تقول عندي 80 مليون وصلت بهم خذيت، ولا 90 مليون خذيت بهم ميداليه فضيه، مش كما واحد عنده 4 مليارات، فما شكون جامعه عنده 4 مليارات، يعني الميزانيه نتاعها الدوله عربيه تشوف النتيجه نتاعها تلقاي ال5 ولا 6، لهنا تقول لا مجال للمقارنه. يعني فما مجهود قاعدين يقوموا به المنتخبات الوطنيه والتاطير الفني، وكذلك المكتب الجامعي مشكور معنا قاعد يقوم بمجهودات جباره باش يعاون اللاعبين هذوما على بلوغ المستوى الفني المطلوب ويبلغوا تألق تونس. البطوله هذه ونسخ نرجعوا نحكيو عليها شويه. بالنسبه للمشاركه التونسيه اش نجم تقولوا على الفني، كيفاش نكونوا طموحاتنا، شنو ليزوبجيكتيف نتاعنا زاده؟ بالنسبه للبطوله العربيه اكيد عندنا الاوبجيكتيف نتاعنا هو البوديوم. فما منتخبات اللي عندها عادات وتقاليد في الجولف وعندها امكانيات اكبر، احنا
اكيد اكيد ان شاء الله نكونوا في البوديوم، يعني حاطين تقريبا 100% عندنا البوديوم، تبقى بين زوز مراتب، يا المرتبه الاولى ولا المرتبه الثانيه. الدعوه مفتوحه للجميع؟ اكيد الدعوه مفتوحه لكل المشاهدين اللي يحبوا يجيوا، ولا المغرومين بالرياضه ذي، ولا حتى اللي ما يعرفوش الرياضه ذي، هي مفتوحه، ينجموا يتفضلوا بحدنا في القنطاوي. البرنامج من نهار 3 يوم 3 ويوم 4 هو برنامج يعني تدريبات، من 5 حتى ل 8 المباريات الرسميه. بالنسبه لكم سينوف، معناتها تركيزكم اكثر على الجانب الرياضي وايضا الفني، كان عملتم معناتها تنسيق مع الجامعات الاخرى والوزارات الاخرى لنجاح اكثر لهذه الرياضه في تونس؟ بطبيعه الحال صارت اجتماعات مع وزاره السياحه، وفما ان شاء الله برنامج عمل باش يصير مع الوزاره هذه، باعتبار انه رياضه الجولف كما العديد الرياضات عندها مساهمه كبيره ياسر في الدوره الاقتصاديه في تونس. ملاعب الجولف هي منشآت سياحيه ينجم يتمتع بها التونسي ولا الاجنبي، وهي قاعده تساهم معنا بطريقه فعاله ومباشره في الدوره الاقتصاديه الوطنيه. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، بالتوفيق لكم في هذه الدورة، وإن شاء الله في الدورة القادمة زاد تكونوا حاضرين معنا، يعطيك الصحة.